حاجات زوجتك بتتمناها منك بس مش سهل تطلبها، واخر حاجة اهم واخطر حاجة، في حاجات زوجتك نفسها فيها بس عمرها ما هتطلبها منك، ولو فضلت مش واخد بالك هتخسرها وانت مش فاهم ليه. الزوجة مش دايما بتتكلم، بس ده مش معناه انها مش محتاجة. في حاجات جواها بتكبر كل يوم، ولو تجاهلتها معاملتها هتتغير معاك واحدة واحدة. ولكن كلامي على الزوجة اللي بتقدر زوجها وبتحترمه وعارفة واجباتها كويس. اول حاجة، عايزاك سند حقيقي مش بالاسم بس، مش مجرد راجل في البطاقة. عايزة تحس انك ظهرها اللي ما اتكسرش، اللي تلجأ له من غير خوف ولا حساب. تاني حاجة، عايزة تحس انها مرغوبة منك انت، كلمة حلوة، المدح والغزل لشكلها ولبسها وضحكتها، نظرة اعجاب ممكن تعيش عليها ايام. تالت حاجة، انك تسمعها، تسمع مشكلتها وتسألها ايه اكتر حاجة انت محتاجاها مني دلوقتي، أساعدك إزاي، تديها فرصة تعبر عن مشاعرها. رابع حاجة، عايزة تحس إنك شايف تعبها، هي مش بتطلب كتير بس كلمة تقدير منك بتفرق معاها أكتر من أي حاجة تانية. خامس حاجة، عايزة وقت ليها هي وبس، من غير الأولاد وزحمة الأكل والطلبات، وقت تحس فيه إنها مهمة عندك مش على الهامش. سادس حاجة، المفاجآت الصغيرة بتعمل فرق كبير، مش هدية غالية بس إحساس إنك فاكرها من غير مناسبة. سابع حاجة، عايزاك تحميها حتى من أقرب الناس ليك، لما تحس إنك ظهرها عمرها ما تخاف من الدنيا. تامن حاجة، لما تغلط ما تكبرش، اعتذارك مش بيقل منك، ده بيكبرك في عينيها أضعاف. تاسع حاجة وأهم حاجة وأخطر حاجة، رسالة بسيطة منك ممكن تغير يومها كله، بتحس إنك فاكرها حتى وإنت مشغول. مسج في نص اليوم، وحشتيني أو بحبك، حاجات صغيرة بس بتفرق جدا. اختصار كلامي، المشكلة مش إنك ما بتعملش الحاجات دي، المشكلة إن في أزواج غيرك بتعملها بسهولة مع زوجاتهم، بس أنت مستصعب الموضوع. خلي بالك، الاهتمام مش رفاهية، ده اللي بيحافظ على الحب. وسؤالي ليكم، زوجتك تستاهل الاهتمام ده ولا لأ؟ واكتب لي ردك في تعليق. وفي نهاية كلامي اعمل لايك وشير علشان كلامي يوصل لكل الناس. أنا آسيا عبد الرحمن، ودي نضارة سودا. سلام.